السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم مستر حسام جمعة. يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة. إن شاء الله مكملين في رحلتنا إلى كوكب التأسيس، المحطة رقم 6. صلى على النبي ونفتكر مع بعض أخدنا إيه في المحطة اللي فاتت والمحطة اللي قبلها. المحطة اللي فاتت كانت الحروف مع الكسرة بالكلمات بجمل بتحليل بدمج. المحطة اللي قبلها رقم 4 كانت الحروف مع الفتحة، برضو نفس الكلام بكلمات بجمل بتحليل بدمج ايه حروف لتكوين كلمات. فمعنى كده ان دي ان شاء الله المحطة الأخيرة في الحركات القصيرة. طيب الحركات القصيرة هي حركات سريعة في النطق. طيب يلا النهاردة نشوف محتوى بقى محطتنا رقم 6. تمام، بعد ما نصلي طبعا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام هنعرف الضمه بتعرف نفسها ازاي. الضمه بتقول ايه؟ انا شبه الواو بس صغنونه، مكاني فوق الحرف، ايوه انا اموره. تمام. طيب الفتحه كانت بتعرف نفسها بتقول انا شرطه مائله، مكاني فوق الحرف. والكسرة كانت بتعرف نفسها بتقول أنا شرطة مائلة، مكاني تحت الحرف. الضمة بقى بتعرف نفسها بتقول واحفظوا يا أبطال حبايب قلبي، أنا شبه الواو بس صغنونة، مكاني فوق الحرف، أيوة الأمورة. زي كده إيه المثال ده؟ حرف البو ده حرف إيه؟ بو. شايفين الضمة فين؟ فوق الحرف، شبه الواو بس صغنونة وأمورة في نفسها كده. نفتكر مع بعض سريعا أغنية الحركات القصيرة. أفتح فمي مع الفتحة، دي خلصناها. أبتسم مع الكسرة، الحمد لله خلصت. أضم شفايفي مع الضمة، آدي المقطع الثالث والأخير في أغنية الحركات القصيرة. أضم شفايفي مع الضمة. طيب أنا حبيت في الفيديو ده إن أنا أضرب كذا عصفور بكذا حجر. إن إحنا نراجع على الحركات، طبعا الحركات القصيرة آخد إن نراجع على الفتحة والكسرة مع الضمة. جميل؟ يعني الحروف المفتوحة والحروف المكسورة مكتوبين بالأسود. تمام؟ هنقرأ كل واحد فيهم مرة واحدة كمراجعة. أما الحروف المضمومة اللي مكتوبة بالأزرق وده هنقرأها 3 مرات. شوية صبر بقى كده يا أبطال وركزوا معايا. ها لسانك اشتغل، ردد، عايز أسمع أصواتكم هنا عندي. تمام، يلا يا شباب. أ إي أو 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 با بي بو 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 تا تي ها تو. يلا عايز اسمع تو. ها تو. الله يفتح عليكم. اوعى المد، حركات قصيره سريعه يا شباب. ها ثا حرف الايه ثاوي، ثا طرف لسانك بين اسنانك. في ها ثو. ها ثو ثو. أضم شفايفي مع الضمة. ها جا جي جو جو جو. ح حي حو حو حو. خ خي خو خو خو. دا دي دو دو دو. ذا ذي ذو حرف لثوي ذو ذو. را ري رو رو رو. ذا ذي ذو ذو ذو. ينفع يا مستر اقول ذو؟ غلط. مد لسه ما خدناهوش. حركات طويلة لسه ما خدناهاش، احنا في القصيرة. ثا سي سو سو سو. ردد رددي. شا شي شو شو شو. صا صي صو صو صو. ضا ضي ضو ضو
ضو أضم شفايفي مع الضمة. ط طي طو طو طو. ظ ظي ظو لسه وتخين ظو ظو. ع عي عو عو عو. غ غي غو غو غو. ف في فو فو فو. ق قي قو قو قو. ك كي كو كو كو. لا لي لو لو لو. ما مي مو مو مو. نا ني نو نو نو. ها هي هو هو هو. ردت. و وي وو وو وو. يا يي يو يو يو. تمام. يبقى انا كده خلصت الجزء الاول من المحطه رقم 6 في رحلتنا لكوكب التاسيس، وعملت زي ايه كوكتيل بقى. دخلنا الحروف المفتوحه مع المكسوره مع المضمومه اللي احنا المفروض لسه واخدينها النهارده، رجعنا وخدنا الجديد. طب ماما في البيت ازاي انا اعمل مثلا تدريب على الحروف دي؟ مفيش مشكله، هكتب له مثلا وليكن هعمل زي ايه؟ اعمدها. تمام. واحط في كل عمود الحرف بالحركه بتاعته، وخلي ابني يكتب من اسفل الصفحه، ما اكتبش من فوق، اكتب من اسفل عشان عيني تفضل على اللي ماما كاتباه او بابا كاتبه بخط جميل زي ما المستر علمنا قبل كده، عشان خاطر ان شاء الله ما يغلطش، ويبقى دايما بيتحدى نفسه انه لازم يكتب زي الحرف الحلو المكتوب فوق. وان شاء الله بعد ما اتقن الحروف دي كلها بالحركات القصيره ما عادش هيقف قدام ان شاء الله اي كلمه بتتكون من حروف بحركات قصيره باذن الله، او كلمات كلمات مكونه من حروف متحركه. يبقى أنا بعد ما اتقن باذن الله الجزء الاول من المحطه رقم 6 خلاص اي كلمه قدامي مكونه من حروف متحركه هقراها وانا مغمض باذن الله تعالى. ان شاء الله استنوني في الجزء الثاني من محطتنا رقم 6 في رحلتنا الى كوكب التأسيس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.